لو مش عارف تاكل منين ايس كريم، فالنهارده هنجرب ايس كريم الحاج فرايداي. جبت كل حاجه لقيتها في التلاجة تقريبا، هم تقريبا 12 نوع. اسعار الشركه دي حنينه شويه، 6 8، اغلى حاجه ب 10 جنيه. فخلينا نبدا بايه؟ خلينا نبدا اول حاجه بالموزه عشان هتسيح، دي ب 6 جنيه. هي بس سايحه شويه، المفروض ان هي كانت على شكل موزه. ايس كريم فانيليا وجواها صوص كده، وهي من بره واخده طعم موز. حلوه، مسكره شويه، قريبه شويه من طعم اللبان اللي بالموز، بس الايس كريم نفسه طعمه حلو. ايس كريم ساندوتش بسكوت كراميل شبه اللوتس شويه، دي ب 7 جنيه. بسكوتة من فوق وبسكوتة من تحت وسندوتش ايس كريم، ومكتوب هنا جمعة. هو جمعة ده هو الحاج فرايداي؟ بحب سندوتشات الايس كريم دي، بس الموضوع انت عارف تاكلها منين بالظبط. حلو قوي طعم البسكوت، في سنة قرفة كده، البسكوت ماشي مع قطمة الايس كريم. ده اكتر ايس كريم بشوفه، ايس كريم كومبو فانيليا على كراميل، البتاع ده ب 10 جنيه. بسكوتة وعليها زي كتلة شوكولاتة كده من فوق، فشكله حلو بصراحة. مليانه ايس كريم فانيليا من جوه، وطبقه الشوكولاته اللي فوق حاميه الايس كريم اللي جوه، بحيث ان هو ما يقعش او يتبهدل او اي حاجه. كمان من جواها صوص كراميل، والبسكوته نفسها ناشفه طعمها حلو. دارك تشوكليت فولكانو تقريبا ب 5 جنيه او ب 6 جنيه، مش متاكد. بعيدا عن انها ساحت، هي جواها كميه شوكولاته كتير جدا، وطبقه شوكولاته من فوق لونها غامق قوي. طعم الشوكولاته اللي جواها ده حلو قوي، حلو قوي ان هي فيها سنه دارك كده، في سكرها هادي قوي. دي من احلى الحاجات اللي دقتها النهارده. بس الايس كريم بيسيح بسرعه جدا. كوكيز ويتش ساندوتش ايس كريم تقريبا ب 6 ب 8. دي ماسكه نفسها شويه، ساندوتش ايس كريم شبه البوريو شويه، برضو مكتوب عليها جمعه. هي طعمها حلو، وطعم الشوكولاته اللي بره دارك شويه، بس انا بصراحه حبيت البسكوت كراميل اللي دقناها في الاول اكتر. ده ايس كريم سنيكرز بسكوت كراميل. في راجل واحد ماسك نفسه شبه سبونج بوب قوي في نفسه. ايس كريم ومليان شوكولاته بيضه، عليه رشه من البسكوت اللي شبه اللوتس اللي كان في الاول، ففي طعم قرفه كده سنه برضو. تقريبا محشي برضو من جوه طبقه من البسكوت دي، كمان جواه كراميل، فالموضوع كله سكر في سكر، ما عجبنيش قوي بصراحه. ده ايس كريم سيمبل بقى ايكون، ده ب 5 جنيه، مكتوب هنا حتى 5 جنيه. ايس كريم جمعه كونو، في رشه سوداني من فوق، بسكوته خفيفه قوي. هو ايس كريم شوكولاته طعمه حلو، بس بيتهيألي لو اتعمل بفانيليا هيبقى احلى من كده، لان طعم الايس كريم الفانيليا عنده احلى. بسكوته خفيفه قوي، مش حاسس بطعمها. نوع السوداني اللي مرشوش فوق مش احسن حاجه، بس هو ايس كريم لذيذ ب 5 جنيه، فهو على قد سعره يعتبر مقبول. دول كوبايات ايس كريم، دي بالشوكولاته ودي بقطع الفراوله. الكوبايات دي ب 10 جنيه. ده ايس كريم شوكولاته ومرشوش عليه بسكوت شوكولاته من فوق. حلو قوي طعم الشوكولاته هنا عن اللي كان موجود في الكون. ده مكتوب عليه بقطع الفراوله، هو عليه صوص فراوله من فوق، مش عارف فين قطع الفراوله بصراحه. صوص الفراوله طعمه حلو، وايس كريم الفانيليا بالذات عند الراجل ده طعمه حلو قوي، عجبتني الفراوله عن الشوكولاته. ده بقى الصاروخ ب 6 جنيه. ده شكل الصاروخ، صاروخ شوكولاته كده ومحشي من جوه ايس كريم. بص، هي قنبله ايس كريم بتفرقع في بقك، ميكس كده برده ما بين الفانيليا والشوكولاته. حلو قوي دي، خصوصا كمان لو كانت متجمده. رويال فانيليا وشوكولاته، دي ب 7 جنيه. ايس كريم مرشوش عليه كده رشه سوداني. حاجه ساحت بسرعه قوي، يعني يا دوبك واحنا بنصور الحاجه كلها بتسيح. هو ايس كريم نصه فانيليا ونصه شوكولاته، فهو مكس لك ما بين الاثنين. حلو قوي دي برضو. فروتي ميلك، دي كانت ب 6 جنيه. عايز ابوظها وانا بفتحها، هي شكلها اطفالي شويه بصراحه. ايس كريم فانيليا من جوه، وفي الوان كتير عليها قبل ما تقع. قوي. ايس كريم سوفت ومحطوط عليه كل اطعمه الفواكه دي، هي اطعمه صناعيه شويه، والطعم كده كله في بعضيه طفولي، شبه لوليتا شويه، لذيذه. ايس كريم مانجا، بس مش اي مانجا، مانجا زبديه، دي ب 8 جنيه. ان الراجل حاطط لك قطعه مانجايه حوالين الايس كريم اللي بالمانجا. هو مطري قوي الايس كريم، اقرب للسوفت، بحيث يديك قطمه المانجا كده وانت بتاكلها، دي بالذات عاملين فيها شغل عالي. كل تقييمات الايس كريم النهارده كانت برضو بتراعي نقطه السعر اللي هي بتقدمه، الحاجه تعتبر كويسه بالنسبه لسعرها. افتكروا ليه الايس كريم ده اسمه فرايداي. متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير الفيديو. شكرا جدا ليكم، سلام.